شفت يالا يا مصر انت هو لما ظهرت على حقيقتك وظهرت هويتك الحقيقيه، عملت حرقان قد ايه للمحيط بتاعك، كل العالم جاي يصور عنك، الاجانب كلهم جايين عايزين يشوفوا الحضاره بتاعتك. عرفت ليه على مر الزمن بيحاولوا ان هم يمحوا الهويه بتاعتك، بيحاولوا ان هم يجردوك من اصلك الحقيقي ان انت مصري. هتقول لي ما احنا عرب، هو العرب اللي جايين من نسلك يا ابني، كل العرب اللي حوالينا دول جايين من نسل المصريين نفسهم، واقرا التاريخ واعرف احنا مش من نسل حد، احنا الاساس وهم جم من نسلنا. عرفت ليه كل انجاز بتعمله بيحاولوا يقللوا منه؟ هم مش هدفهم ان هم يسقطوا الدوله بتاعتك، هم هدفهم تعليقك تبقى مجرد دوله عايشه على المعونات بس. هو ولا عايزك تقع ولا عايزك تقوم، عايزك مكانك كده في عمق الزجاجه. عشان كده كل ما بتحاول تعمل انجاز او تكبر تلاقي من حواليك كله بيحقد وكله بيغل. كل ده عشان خاطر مجرد افتتاح، كل ده عشان التايم لاين على السوشيال ميديا كلها بقى رموز فرعونيه، كل واحد مصري بقى بيعمل صورته بالزي الفرعوني. هي حضرتنا حرقاكوا كده؟ ده احنا كبار قوي. اوعى تكون مفكر ان الافتتاح بتاع المتحف المصري وحضور الزعماء والرؤساء بتوع العالم هيكون دي نهايه القصه. لا، دي البدايه. العظمه بتاعت مصر هتيجي بعد كده. استعد، مصر جايه والكل هيكون تابع ليها. تحيا مصر.